أهلا بيكم معانا في عظيم جديد في قناة عظماء غيروا التاريخ. من نعمة ربنا علينا إن ربنا رزق بلدنا الحبيبة بأشخاص كل تفكيرهم هو إزاي يفدي البلد دي، سواء بروحه أو بأي حاجة. بس أهم حاجة إن كرامة البلد دي تكون عالية في السماء. مش هطول على حضراتكم ونبدأ قصتنا. عظيم النهاردة كان ليه ألقاب كتيرة، منها أسطورة المخابرات الحربية ورادار مصر الأول. فضل ورا خطوط العدو لمدة 159 يوم، بيشوف فيهم كل ثانية الموت بعينه، ولكن ولا كان فارق معاه حاجة غير إن مهمته تتم على أكمل وجه، وإن حق البلد وحق الشهداء يرجع من العدو الغادر. في يوم 12 إبريل سنة 1949 اتولد الشهيد الرائد عبد الهادي رياض السقا في قرية صغيرة تابعة لمركز إيتاي البارود التابع لمحافظة البحيرة. وبعد خلص مراحل تعليمه الأساسية التحق بالكلية الحربية في سبتمبر سنة 1966، وكانت دراسته في الكلية هي سلاح المدرعات، وكان متفوق جدا وأخذ عدة فرق أثناء دراسته. ولكن حدثت النكسة أثناء فترة دراسته في الكلية الحربية، وطبعا ده سبب ليه ولزمايله حالة من الغضب، وفي نفس الوقت كانوا عاوزين ياخدوا كتارهم من اللي غدروا بزمايلهم. واتخرج من الكلية الحربية في سبتمبر سنة 1968، ولما راح لإدارة سلاح المدرعات ملقاش اسمه من ضمن الضباط اللي هيتوزعوا على سلاح المدرعات، ولكنه عرف إن من ضمن 5 ضباط تم اختيارهم في سلاح الاستطلاع التابع لجهاز المخابرات الحربية. وطبعا جهاز المخابرات الحربية كان بيختار الضباط اللي هتنضم ليه على أساس معايير خاصة جدا، وكان البطل الشهيد معروف عنه الذكاء الشديد وحسن التصرف، وكان بيتمتع بلياقة بدنية عالية جدا. وفعلا انتقل لجهاز المخابرات الحربية، وكان في استقبالهم اللواء محمد أحمد صادق اللي كان مدير المخابرات الحربية والاستطلاع، والتحق بالكتيبة التاسعة استطلاع وعملها خلف خطوط العدو. ولما اجتمع بيهم اللواء محمد أحمد صادق قال لهم إن تم اختياركم بناء على تقارير كانت بتوصل للجهاز أثناء فترة الدراسة، وإن طبيعة عملكم هتكون خلف خطوط العدو. وابتدى البطل الشهيد في التدريب على كل شيء، منها التدريب على أجهزة اللاسلكي وكيفية تصوير المواقع والمطارات والتحصينات وتحديد أماكنها على الخريطة، وإزاي يقدر يفرق بين المواقع الوهمية اللي العدو بينشئها علشان يضلل بيها الطيران المصري، والمواقع الحقيقية واللي هتكون هدفه علشان يقدر يرصدها. وطبعا أخد فرقة صاعقة وفرقة قفز بالمظلات وفرق في التخفي، وطبعا قدر انه يتعرف على لهجة بدو سينا، لان المفروض انه يعيش في وسطهم لفترة طويلة، لان طبيعة مهماته انه ممكن يفضل خلف خطوط العدو لفترات طويلة جدا. وطبعا الشهيد البطل كان مبسوط جدا، وكان بيتفنن في التدريب علشان يكون جاهز لأي مهمة هيتم تكليفه بيها. وبعد شهرين من التدريب جت اللحظة اللي كان منتظرها، وتم تكليفه بمهمة في عمق سينا، وهي رصد المطار الميليز والمواقع اللي تم إنشائها في سينا. وتم تزويد البطل بجهاز لاسلكي وكاميرا حديثة لتصوير المواقع والمطارات والممرات المطلوبة منه. وصل لمدينة الإسماعيلية، وكان حزين جدا لما شاف مدينة تسكنها الأشباح كانت مدمرة بالكامل. تمام الساعة 7 مساء بدأ البطل الشهيد في تجهيز نفسه، وكان متخفي في لبس بدوي، وكان مشهود للبطل انه كان بارع جدا في التخفي، لدرجة انه لما خرج على زمايله اللي معاه في مكتب المخابرات الحربية محدش عرفه. وفعلا عبر قناة السويس، وكان معاه 2 من البدو، واحد اسمه سليمان والتاني اسمه حسب الله، ودخل لعمق سينا يوم 6 يونيو في حوالي تمام الساعة 9 مساء. وكان في نفس الوقت كان استشهاد البطل عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وطبعا ده كان دافع للشهيد البطل عبد الهادي السقا علشان يكون من الأشخاص اللي هيرجعوا حق الشهيد البطل. وفضل البطل الشهيد ماشي في قلب الصحراء محاول إن يتفادى القوات الإسرائيلية اللي كانت منتشرة في سينا في الوقت ده، وفضل في الطريق حوالي 3 أيام، وكان في أماكن بيتحرك فيها بالنهار وأماكن بيتحرك فيها بالليل، لغاية ما وصل لعمق سينا في حوالي 80 كيلو. وبعد كده راح واحد من البدو اللي كانوا مع الشهيد البطل لقبيلة قريبة منهم علشان يجيب جمال علشان يركبوها، لأنهم كانوا وصلوا المكان
طبيعة الأرض فيه كانت صعبة جدا إن أي شخص يقدر يمشي فيها. ووصل لموقع ممرجم، وده كان فيه مركز الاتصالات الإسرائيلي، وقدر البطل الشهيد إنه يصوره من كل زاوية ويحدد مكانه على الخريطة. وصل لجبل أم خشيب، وكانت طبيعة الأرض اللي ماشيين فيها كانت صعبة جدا، وابتدى في عمل حفرة برميلية لنفسه علشان يستخبى فيها، لأنه كان النهار طلع والطيارات الهليكوبتر كانت بتمسح سينا كلها في الوقت ده. وكان موقعه كان قريب جدا من قبيلة اسمها قبيلة العايدة، ودخل وادي اسمه وادي أم خشيب، واستخبى في مغارة قريبة من الموقع اللي المفروض إن هيراقب من المواقع اللي اتكلف فيها إنه يراقبها. وكان الشخص البدوي اللي اسمه حسب الله هو الوحيد اللي كان عارف القاعدة أو المكان اللي هيراقب منه الموقع. وطبعا ده يدل على إن القوات المسلحة لما انسحبت من سينا كانت ليهم عيونهم وأماكنهم اللي كانوا مسيطرين عليها، لأنهم كانوا متأكدين إنهم هياخدوا قطارهم ويرجعوا أرضهم. وكانوا برضه حريصين إن لو شخص اتقبض عليه ما يكونش عنده كل المعلومات اللي تخلي القوات المسلحة تخسر بيها موقع مهم زي ده بيتم مراقبة المطارات والمواقع الإسرائيلية منه. وفي تمام الساعة الثالثة مساء وصلوا للمكان اللي هيراقب منه المواقع الإسرائيلية، وكان قريب جدا من مطار الميليز. وكان الموقع ده كان مختار بعناية شديدة جدا، لأن الدوريات الإسرائيلية كانت لما بتعدي كان مستحيل تكشف اللي فوق الجبل. وكمان الطيارات الهليكوبتر لما كانت طايرة من فوق الموقع كان اللي فوق الموقع بيشوف الطيران من تحتيه. وكان في اعتقاد القوات الإسرائيلية إن من المستحيل إن في أي شخص يقدر يصعد للجبل، لأن تضاريسه كانت صعبة جدا. وابتدى البطل يسجل كل حاجة بتحصل جوه مطار الميليز، وكمان قدر يرصد كل المواقع اللي حواليه. وقدر البطل إنه يحصر عدد الطيارات الموجودة وعدد الممرات والأماكن اللي يمكن للطيران المصري إنه يقذفها، وقدر إنه يحدد الأماكن دي على الخريطة. وكل المعلومات دي كانت بتروح أول بأول للقوات المسلحة عن طريق جهاز اللاسلكي اللي كان مع البطل الشهيد. وقدر البطل إنه يصور المواقع والمطار، ولكن طبعا الصور دي هتفضل معاه لغاية ما يرجع للضفة التانية من القناة ويسلمها بنفسه لجهاز المخابرات الحربية. وكان بيقدر يبلغ عن تحركات القوات الإسرائيلية، وكان بيقدر يحدد اتجاه القوات دي هي رايحة لأي مكان في سيناء. وفي أثناء وجود البطل عبد الهادي السقا كان الإسرائيليين من حسن حظه بيبنوا دشم جديدة، وقدر يحدد الوهمية منها والحقيقية، وقدر يعمل رسم كروكي للمواقع الجديدة. واتحرك بعد كده البطل علشان يستطلع مطار اسمه تمادة، وكان موجود في مكان اسمه عجرة العياد، ودخل مغارة علشان يستخبى فيها. وبعد مدة من الوقت صعد فوق تبة عالية وقدر يكشف عن موقع فيه لواء مدرع، وكان اللواء ده موجود علشان يتحرك في حالة إن القوات المصرية عبرت فيها قناة السويس. وقدر إنه يصور مطار تمادة، وقدر إنه يعرف أعداد الطيارات اللي موجودة في المطار. وطبعا قدر إنه يصور الموقع اللي فيه المدرعات بكل سهولة، لأنه كان سلاحه الأساسي. وجات ليلة في المكان ده علشان تاني يوم هيكون يوم السبت، ودي كانت حاجة كويسة ليه، لأن الطيران الإسرائيلي طلعاته بتكون شبه منعدمة يوم السبت، لأن الإسرائيليين بيعتبروا يوم السبت أجازة ليهم وعيد. ورجع لمكان القاعدة اللي بتطل على مطار الميليز من تاني، وبلغ القيادة المصرية بكل اللي سجله وشافه. وفضل البطل موجود في قلب المواقع لمدة 159 يوم، وهو كل يوم بيسجل كل اللي بيشوفه ويصوره. وقدر البطل إن يتم مهمته زي ما كانت مطلوبة منه. ورجع البطل بعد كده للقيادة، وكانت رحلة رجوعه لقناة السويس كانت محفوفة بالمخاطر، وكان وارد إنه يتقبض عليه أو يتقتل. ولكن البطل ما فرقش معاه أي حاجة، وكان كل همه إن الصور اللي معاه توصل للمخابرات الحربية. وقدر يرجع البطل الشهيد لقيادة المخابرات الحربية في 9 نوفمبر سنة 1969 ويسلم الصور اللي معاه. وكان ليه الفضل في إن المواقع اللي صورها وحدد أماكنها على الخريطة إن الطيران المصري يدمر كل المواقع دي بكل سهولة في الضربة الجوية الأولى، واللي بسببها شلت حركة الجيش الإسرائيلي. وفي يوم 2 فبراير سنة 1970 قابل الرئيس جمال عبد الناصر البطل عبد الهادي السقا وهنأه بنفسه على نجاح العملية، وشكروا على المعلومات اللي أمد بيها القوات المسلحة. وترقى ترقية استثنائية بعد ما رجع من العملية.
وفضل البطل مستمر في تدريباته في الكتيبة التاسعة استطلاع، وكان حاله من حال كل زمايله منتظرين اللحظة اللي هيرجعوا فيها أرضهم وينتقموا من العدو الصهيوني. وفعلا جت اللحظة اللي كل المصريين كانوا منتظرينها. في يوم 6 أكتوبر سنة 1973 تم تكليف البطل النقيب عبد الهادي السقا إنه يتم إنزاله خلف خطوط العدو علشان يقدر يرصد الإمدادات اللي هتيجي من عمق سيناء لمواجهة قواتنا المسلحة. ولكن يشاء القدر إن الطيارة الهليكوبتر اللي كان راكبها تنضرب من طيارة فانتوم إسرائيلية ويستشهد البطل على أرض سيناء الحبيبة. وحصل البطل الشهيد على عدة أوسمة منها نوت الشجاعة العسكري تقديرا لجهوده وقيامه بأعمال بطولية خلف خطوط العدو. وفي نهاية حلقة النهاردة عاوز أقول لحضراتكم إن الشجاعة والتضحية شيء ربنا بيوهبه للبني آدم، وإن للأسف البطل الشهيد الرائد عبد الهادي السقا كتير مننا ما نعرفش عنه حاجة. وبطلب من حضراتكم إنكم تحكوا عن البطولات دي لأولادنا وإخواتنا علشان ننمي فيهم روح الوطنية، ونعرفهم إن البلد دي والأرض دي ضحى من أجلها ناس كتير جدا. وهنا انتهت حلقة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.